فيلمنا بيبدأ مع الضابط الهندي كبير. كبير بيبقى أكفأ الضباط في الهند ومعروف جدا في الجيش الهندي، وبنشوفه هو نازل من الطيارة وبيشوف الضابط خالد. وخالد كان معجب جدا بشغل كبير وباصص له بكل انبهار. والقائد لوثر بيقابل كبير وبيقول له خالد هينضم لفريقك في المهمة الجاية، وخالد نفسه يتدرب تحت ايدك. فكبير بيضحك وبيقول له ما ينفعش. قال له انا ممكن اختار اي ضابط في الهند ما عدا خالد. فالقائد قال له خالد اثبت كفاءته وانه ضابط شاطر وبين للكل ان هو الافضل، فانت ليه مش عاوزه في مهمتك؟ فكبير بيقول له ان خالد ده ابوه كان خاين وخان البلد، وكمان ضرب عليا رصاصتين، والمكان اللي اتضربت بيه في الرصاصتين كان مكان خطير جدا وقدرت اعيش بالعافيه بعدها. والسبب التاني والاهم ان ابو خالد قتل زميلي. وبيقف كبير في وش خالد وبيقول له انا قتلت ابوك برصاصه في نص راسه لانه خاين وقتل زميلي، فانا ليه اخلي ابن الخاين ينضم ليا في مهمتي؟ فخالد بيرد على كبير وبيقول له كلامك صح، ابويا كان خاين بس ما تنساش ان انا وامي اللي بلغنا عنه، ولو ما كناش بلغنا كان ابويا قتلك اصلا، فانت المفروض تشكرني لانك عايش بسببي انا وامي، وانا وامي ضحينا بابويا عشان بنحب البلد دي اكتر من اي حاجه. وكبير بيتاثر بكلام خالد، والقائد بيقول لخالد سيبنا لوحدنا دلوقتي. والقائد بيقول لكبير ان الولد ده شجاع جدا، انت متخيل هو عمل ايه علشان بيحب بلده؟ خالد ده لازم يخش فريقك، وبالرغم ان ابوه خاين بس هو دخل الجيش واصر يتدرب تحت ايدك. وبيقول له فكر كويس وبيسيبه وبيمشي. والكبير بعد تفكير بيوافق يضم خالد بس على شرط واحد، ان خالد ما يغلطش اي غلطه. والمهمه اللي كبير كان شغال عليها هو اغتيال ارهابي اسمه رضوان. رضوان معروف للعالم كله انه رجل اعمال، لكنه في الحقيقه هو عدو الهند رقم واحد، والسنة اللي فاتت تسبب في انفجار كبير ومات فيه مئات الأرواح. وفي شخص أعلن مسؤوليته إن هو اللي عمل الانفجار ده، والشخص ده اسمه بشير. وبشير ده أكيد شغال عند رضوان، ولو مسكناه هنقدر نوصل لرضوان. وكبير بيقول أنا بقالي 5 سنين بحاول أمسك رضوان، والمرة دي هلاقيه ويا هقتله يا يقتلني. وبيبص لخالد وبيقول لو في أي حد عمل تصرف غلط وبوظ المهمة هعتبره عدوي وهقتله. وبيدي كبير تعليماته للفريق بتاعه، وبيتحركوا كلهم على المكان اللي موجود فيه بشير، ورجالة كبير بيتمركزوا في أماكنهم. وكبير بيخش وسط الناس اللي واقفة بتسمع أمير الجماعة، والأمير كان هيقتل واحدة ست قدام الكل عشان ارتكبت جريمة. وكبير كان واقف وشاف المنظر ومش قادر يتمالك أعصابه، وهو بيطلع مسدسه وبيقتل أمير الجماعة. فالجماعة بيمسكوا كبير وبيخطفوه وبيكتفوه في الكرسي وينزلوا فيه تعذيب. وبعدها بيظهر بشير، وبشير بيقلب في تليفون كبير وبيعرف ان هو ضابط هندي، وبيقول له انت بقى جاي عشان تقبض عليا؟ فكبير قال له انا مش عاوزك انت، انا عاوز اوصل لزعيمك رضوان. فبشير بيضحك وبيقول له تقبض على رضوان مره واحده؟ انت عارف انت فين اصلا؟ فكبير قال له 3 دقايق ورجالتي هيجوا ينقذوني. فبشير بيقول له انا كسرت شريحه التتبع اللي كانت معاك فمستحيل يعرفوا مكانك. فكبير بيقول له انت كسرت واحده ونسيت التانيه. وكبير بيطلع الشريحه التانيه من بقه، وفي اللحظه دي بيوصلوا رجاله كبير، وخالد راكب العربيه المدرعه وفاتح الرشاش على الارهابيين وبيخلص على اي حد واقف قصاده، وبيقتل عدد كبير منهم لحد ما واحد من الارهابيين ضرب عربيه خالد بار بي جي. وخالد انقذ نفسه على اخر لحظه وبيخش يشتبك مع رجاله بشير، وخالد بيمسكهم وبينفضهم كلهم. وكان في واحد على وشك يقتل خالد بس كبير بينقذه وبيقتل الارهابي، وبيطلع ان هو قدر يفك نفسه. وبعدها خالد بيخش في القتال مع بشير، وخالد بيقعد يضرب فيه وبشير ولا بيحس بحاجه، وبيقول له اضرب كمان وخالد بيضرب وبشير ولا بيحس. وبشير بيبدا يشيله ويرميه على الارض، بينما كبير كان بيخلص على اللي فاضل برجاله بشير. وبعدها بيروح يتعارك مع بشير وبيضرب بشير وبرضه مش بيحس، وبشير ضربه كذا ضربه في وشه ووقعه جنب خالد. وكبير كان خلاص مش قادر يقوم وبيقول لخالد روح اتعامل معاه. وخالد اصلا كان خايف بس بيفتكر ان هو لازم يثبت كفاءته قدام كبير، فبيقوم على بشير بكل قوته وبيديله ضربه على دماغه كبته ارض. وبيبص خالد لكبير وافتكر نفسه انتصر، ولكن بيطلع ان بشير لسه عايش وقام ضارب خالد. في ساعتها كبير بيقوم عليه وبيضربه في وشه، والاتنين بيضربوه ضربه قويه وبيموتوه نهائيا. وبالليل الفريق بتاع كبير كله كان قاعد بيشكر في خالد، وبيقولوا له لو عملنا احصائيه للمهمه بتاعه النهارده فاكيد انت هتطلع كسبان وقاتل اكتر واحد. وخالد بيقول انا كل اللي انا عاوزه ان انا اكسب ثقه كبير. وام خالد بتيجي الوحده عشان تسلم على خالد،
وخالد بيفرح جدا لما بيشوفها، وام خالد كان جايبه له اكل ليه وللوحده، وخالد بيشكرها وبيوعد امه انها تكون فخوره بيه. وكبير بينادي على خالد وبيقول له تعالى المكتبي بعد ما تخلص مع مامتك. وام خالد بتتصدم لما بتشوف كبير لانها ما كانتش تعرف ان الشخص اللي قتل جوزها يبقى خالد بيشتغل معاه. وخالد بعدها بيروح لكبير، وكبير بيقول له انت نظرك في المهمه الاخيره ما كانش حلو، واخطات هدفك كذا مره، وبشير كان على يمينك وما كنتش شايفه، والغلطه دي تخليني اخرجك من الفريق بتاعي، لان فريقي ده هو عيلتي، وانا مش هستحمل حد يغلط ويعرض حياته للخطر، فانت لازم تاخد بعضك وتمشي. وخالد كان مصدوم من كلام كبير، وخالد بيحكي له لما كان صغير وكان في المدرسه، وبيقول له العيال كانوا بيضربوني عشان ابويا خاين، وفي ضربه منهم جت في عيني اليمين، ومن ساعتها وانا مش بشوف بيها كويس، واتكسرت تماما وثقتي في نفسي قلت. بس امي وقفت جنبي وساعدتني وقالت لي طول ما انت في الجيش هيفضلوا شاكين فيك، فانت لازم تثبت لهم انك قد المسؤوليه ومش خاين، وانا بطلب منك تديني فرصه تانية، واوعدك مش هغلط ولا غلطه. فكبير بيقول له انا كنت متاكد لحد اخر لحظه انك خاين ودم ابوك بيجري في عروقك، ولما تيجي اللحظه المناسبه هيظهر وشك الحقيقي، بس لا انت اثبتت لي ان دم امك هو اللي بيجري في عروقك وطلعتني غلطان، وانا فخور ان طلعت غلطان، واهلا بيك في الفريق بتاعي يا خالد. وخالد بيفرح جدا بعد الكلمتين دول وبيدي التحيه لكبير، وبيروحوا يحضروا حفله، وبعد ما الحفله خلصت كلهم بيجي لهم رساله على تليفونهم من القائد لوثر، كلهم بيروحوا للقائد، والقائد بيقول لهم ان موت بشير خلى رضوان يخرج من المخبأ بتاعه، وهو حاليا موجود في الهند اليوم واحد، ودي احسن فرصه لينا عشان نقبض عليه، انا هبلغ الوزاره بالعمليه بتاعتنا. فكبير قال له لا انا عاوز العمليه دي تكون سريه، علشان كل مره بنهجم على رضوان بيبقى عارف بوجودنا ومجهز خطه تانية، جايز حد من الوزاره خاين وبيبلغ رضوان بالمعلومات، او جايز حد من الرجال خاين، وعلشان كده انا مش هثق في اي حد من الفريق، كل اللي معاه تليفون يجيبه. وكلهم بيسلموا تليفوناتهم لكبير وبيحطوا الخطه ويستعدوا، وبيعرفوا المكان اللي متواجد فيه رضوان دلوقتي. كل واحد من فريق كبير بياخد مكانه، وبيخرج رضوان من عربيته، وفورا كبير وفريقه بيهجموا على رضوان ورجالته وبيرفعوا عليهم السلاح، وكبير بيبقى رافع سلاحه على رضوان وبيقول له المره الجايه هتتغدى في السجن عندي وهتبقى مرمي في الزنزانه وانت ميت من الجوع. فرضوان بيستهزئ بيه وبيقول له انتوا بقالكوا سنين بتحاولوا تقبضوا عليا وهتفضلوا تحاولوا للابد. فكبير بيقول له خلاص اللعبه خلصت وانت وقعت في ايدي. فرضوان قال له بجد؟ طب اسال فريقك كده هم موافقين ولا لا. وكبير بيبص حواليه عشان يعرف مين الخاين بس ما كانش عارف يطلعه، وبيبص على خالد بس مش بيكون هو. وفجاه سراب اللي من الفريق قتل كذا واحد من فريق كبير، ورجاله رضوان كانوا هيضربوا نار على كبير بس خالد بياخد الطلقه مكانه، وبيحصل تبادل ضرب نار وبيموت عدد كبير من الناحيتين. والخاين سراب كان عاوز يهرب بس خالد بيقرر يلحقه ويجيبه، بالرغم ان كبير عمال يقول له سيبه وتعالى المهم نقبض على رضوان، بس خالد كان مصمم يمسك سراب، وكبير بيفضل لوحده ضد رضوان ورجالته. ولكن مع ذلك كبير قدر يقتلهم كلهم، وكان رايح لرضوان عشان يقبض عليه بس بيتضرب عليه رصاصه من بعيد من واحد من رجاله رضوان، والرصاصه بتيجي في رقبته وبيبقى بين الحياه والموت، ورضوان بيركب العربيه وبيهرب. وبعد اسبوع كبير بيفوق في المستشفى والدكاتره قدروا ينقذوا حياته بالعافيه، وبيقوم كبير وبيشوف جثث فريقه في المشرحه وبيتضايق جدا خصوصا ان رضوان هرب. ولما بيسأل على خالد فالقائد بيقول له خالد فضل يجري ورا سراب لمدة تلت ساعة وفقدنا أثر خالد بعد التلت ساعة دي، ولحد دلوقتي مش عارفين مكان خالد. وكبير بيقول أنا واثق في قدرات خالد وأنا متأكد إنه يقدر يتعامل مع سراب، فتشوا بس عن جثة خالد كل مكان. وفعلا الشرطة بتلاقي جثة خالد على الشاطئ وهو مغمى عليه وبيودوه للمستشفى، وإصاباته كانت خطيرة جدا. كبير بيجي يزوره وخالد بيقول له أنا قدرت أقتل سراب الخاين يا فندم، وكبير بيقول له انا فخور بيك واهم حاجه تقوم بالسلامه. وبتعدي الايام وكبير كان في مهمه تبع الجيش لاغتيال شخص ارهابي، واللي كان بيتابع مع كبير قائد اسمه نايدو. ونايدو بيسال كبير هل الهدف قدامك؟ فكبير قال له ايوه قدامي واقتله حالا. فنايدو قال له اقتله انت مستني ايه؟ وفجاه نايدو هو اللي بيتقتل، واللي قتله كان كبير، وبيطلع ان كبير خان بلده وقتل القائد بتاعه وكان متمركز اصلا قدام بيت القائد. وخبر مقتل القائد نايدو بينتشر في الوزاره، وبيجي القائد لوثر بيحكي لمديرته في الشغل عن اللي حصل، وبيقول لها كبير اصبح خاين وخان بلده وشكله اتفق مع الارهابيين علينا. والمديره بتقول هقول للوزير الكلام ده ازاي؟ احنا لازم نقتل كبير وانا اللي بديك الامر بده، واكيد في
شخص عندنا يقدر يقتله. ولوثر كان بيفكر يدي المهمة دي للضابط خالد، وخالد حاليا بعد ما اتشافى من الإصابات كان في مهمة كان بيخلص على عصابة مخدرات، لأن العصابة دي بتبيع المخدرات في الهند. وخالد بيهجم عليهم لوحده، وبعد ما بيخلص عليهم كلهم بيروح لرئيس العصابة وبيمسكه وبيغرقه في المية. وخالد بعدها بيتكلم القائد لوثر وبيعرفه ان هو نجح في المهمة. وبعدها بيروح خالد للوحدة بتاعته، والقائد لوثر كان بيكلم الضباط عن كبير وبيقول لهم ان كبير مزور 7 جوازات سفر، بس لسه ما استخدمش ولا واحد فيهم ودخوله للهند، واحنا لسه مش عارفين هو فين، بس انا متأكد ان هو هيرجع للهند. وخالد بيقاطع القائد لوثر وبيقول له انت نسيت تسأل السؤال المهم، ليه كبير اصلا خان بلده وبيعمل كل ده؟ كبير ده اللي دربنا كلنا وقتل العديد من الخونة والارهابيين، ليه مرة واحدة وبدون سبب بقى خاين؟ فالقائد بيقول له اكيد في يوم هنعرف. والقائد بيسلم مهمة كبير للضابط ساني. فخالد بيعترض وبيقول اشمعنى ساني؟ ليه مش انا اكتر واحد حافظ كبير وعارف هو بيفكر ازاي. فالقائد بيقول له بس انت بتحبه. فخالد قال له مش اكتر من بلدي، ولو لقيته اقدر اقتله بدون اي تردد. وبعدها بيروح خالد على مكتبه وبيحط صورة كبير قدامه، ومرة واحدة التليفون بيرن، ولما بيرد بيكتشف ان كبير هو اللي بيكلمه. وعلى طول خالد بيحط كبير على جهاز التتبع، لكن كبير بيبقى عارف وبيقول له انت حطيتني على جهاز التتبع؟ بيقول له عيب، انا كنت ضابط سابق وعارف كل حاجة. وخالد بيقول له انا مش مصدق ازاي تخون البلد وتقتل القائد بتاعك. فكبير قال له نايدو ده كان اول واحد على قائمتي ولسه هقتل رجاله تانية من الجيش. فخالد بيقول له انا هوصل لك قبل ما تقتل اي حد تاني. فكبير بيقول له ربنا يوفقك، ما تنساش اللي انا علمتهولك، واضرب عليا نار وما تترددش، بس اساسا مش هيبقى عندك الفرصه، ولو انت وقفت ما بيني وما بين هدفي فانا هقتلك يا خالد. وبيقفل في وشه السكه، وبنروح بعدها لطياره حربيه تبع الجيش، وبيطلع ان كبير راكب طياره صغيره وماشي وراهم، وبعدها بيقف على جناح الطياره وبينط على طياره الجيش وبيقدر يقتحم الطياره وبيدخلها وبيضرب الضباط اللي جوه وبيقتل كل الضباط اللي بيقفوا قصاده، وبيرمي الضابط من الطياره وبالغلط بيجي سلاح في محرك الطياره والطياره بتبقى على وشك انها تنفجر. وكبير جوه بيتعارك مع ضابط اسمه شروف، وده الضابط اللي كبير جايله مخصوص. وفي الاخر كبير بيرمي الضابط شروف من الطياره وبينفذ مهمته وبينزل من الطياره قبل ما الطياره تنفجر. وبنروح للقائد لوثر بعد ما عرف ان كبير قتل شروف، وبيقعد يسال نفسه ليه كبير قتل نايدو وشروف. وخالد بيقول له انا شغال على الموضوع ده وان شاء الله هلاقي اجابه. وبعدها خالد بيروح يركب المترو، وفجاه كبير بيظهر ورا خالد في المترو، وخالد كان لسه هيطلع مسدسه بس كبير بيوقفه، ما ينفعش اللي انت هتعمله ده، في ناس بريئه كتير في المكان، نصيحه مني بلاش تطاردني، انت اكيد مش عاوز امك تشوفك ميت. وخالد بيقول له ما اقدرش اشوف الفساد والخيانه قدامي واسكت، وخصوصا انها ضد بلدي، واوعدك ان لو مت محدش هيتضايق عليا وهيقولوا عليا مات شهيد بعد ما خلصت عليك. وكبير بيقول له انا هديك اختيارين وانت اختار، يا اما اقول لك انا ليه بخون البلد وبعدل ضباط معينه، يا اما اقول لك مين الضابط التالت اللي انا ناوي اقتله. خالد بيقعد يفكر وبيختار يقول له مين الضابط التالت، وقبل ما كبير يجاوب عليه فجأة بيختفي. وخالد بينزل من المترو وبيقعد يدور عليه، بس كبير كان لسه في المترو وخالد بيجري عليه وباب المترو بيتقفل، وكبير بيحط له ورقة على الازاز فيها اسم الضابط اللي هيقتله، والضابط ده كان اسمه واص. وبنرجع لمن 6 شهور فاتوا، كبير كان بيحاول يوصل لرضوان وقدر يوصل لواحد من رجالة رضوان اسمه فيروز، وقدر كبير كمان يتصنت على مكالمات فيروز. وكبير عرف ان في 4 ضباط من الجيش الهندي شغالين مع رضوان، والاربع ضباط دول كبير ما كانش لسه عارف اساميهم، ودايما كان رضوان بيهرب من كبير بسبب الاربع ضباط دول. والمصيبه الاكبر اللي كبير عرفها ان رضوان بيخطط يضرب قاعده من قواعد الجيش، ورضوان بيصنع صاروخ هيضرب بيه القمر الصناعي، لان القمر الصناعي ده اللي بيعرف الجيش الهندي اللي فيه عدو جاي عليهم، والقمر الصناعي ده لما يتدمر رضوان هيقدر يفجر قاعده الجيش. فكبير بيقرر ان هو لازم يقبض او يقتل الاربع ضباط دول، عشان هم لو ماتوا كبير هيقدر يبوظ خطط رضوان. فبيقرر ان هو لازم ينشق على الجيش ويتصرف هو لوحده، وحاليا هو بيخطط ازاي هو هيعرف هوية الاربع ضباط. وبتجيله فكره وبيروح لواحده صاحبته اسمها نينا وبيقول لها تروح لفيروز وتحاول تغريه وتسرق من جهازه ملف الاربع ضباط، لكن نينا بتبقى خايفه وبتقول لكبير لو فيروز ده قدر يمسكني فهيقتلني فورا، وانا خايفه عشان انا عندي بنت لازم اربيها. فكبير بيقول لها انت لو متي فبنتك ملزومه مني لاخر يوم في عمري. فنينا بتوافق وبتروح لفيروز الفندق اللي قاعد فيه. فيروز بيعجب بنينا وبيجي معاها سكه، وبيروحوا الاوضه يشربوا حاجه
حاجه، ونينا بتقوم وبتقول له انها رايحه الحمام، لكنها بسرعه بتروح على لابتوب فيروز وبتحط فلاشه فيه وبتنسخ كل البيانات اللي على الجهاز. وفي نفس الوقت كبير كان بيراقبهم بمنظار من بعيد، بس بتجيله مكالمه من القائد لوثر. كبير بيشرح له الوضع الحالي وانه دخل نينا عشان تسرق المعلومات من فيروز، وبعدها كبير بيقفل معاه. وكبير بتجيله مكالمه تانية مهمه من المساعده بتاعته وبتقول له انا اكتشفت حاجه قمه في الاهميه. رضوان كان بيروح لاكبر دكتور التجميل في العالم، وقدرت احصل على فيديوهين لازم تشوفهم. اول فيديو كان لفيروز وهو بيتكلم مع الدكتوره، والدكتوره كانت بتكلمه على انه رضوان وبتساله عن وشه الجديد، وبيطلع ان رضوان خلى الدكتوره تعمل له عمليه تجميل وبتحط وش فيروز عليه عشان رضوان يمشي وسط الناس بشخصيه تانية. والفيديو التاني كان لرضوان وهو بيتعمل له عمليه التجميل، وكبير بيتصدم من المعلومات دي وبيفهم ان فيروز هو رضوان. وبعدها نينا بتخرج من الحمام وكانت رايحه تاخد الفلاشه ولكنها مش بتلاقيها، وبيطلع ان فيروز قفشها وبيقول لها واحده زيك تضحك عليا انا. وفي نفس اللحظه كبير جري على الفندق عشان يلحق نينا، ولكنه بيتصدم لما بيشوف نينا مرميه على الارض ومقتوله، وفيروز اللي هو رضوان كان ركب طيارته وهرب. كبير مصدوم على وفاه صاحبته ومتضايق جدا عليها، وكمان مش بيبقى قادر يعرف هويه الاربع ضباط. وفضل ايام قافل تليفونه ومش بيتكلم اي حد لحد ما فتح تليفونه ورد على المساعده بتاعته. وكبير قال لها انا قعدت افكر واكتشفت ان مفيش غير القائد لوثر اللي كان عارف بالمهمه بتاعت لينا، بس لوثر مش خاين، اكيد مش هتتحل بالبساطه دي. انا عاوزك تتجسسي على سجل مكالمات القائد لوثر وتشوفيه يتكلم مين بعدي. جايز قال لحد ما، والحد ده من الضباط الاربعه والمساعده بتاعته بتنفذ اوامره، وقدر تعرف ان القائد نايدو هو اللي اتصل بقائد لوثر. واصلا القائد نايدو مريب جدا والعين عليه، وفعلا كبير بيروح يضرب نايدو بالنار في كتفه، وكبير بيستجوبه وبيقول له قول لي عن اسامي الثلاث ضباط وهسيبك عايش. فنايدو بيقول له انا ما اعرفش غير ضابط واحد بس واسمه الضابط شيروف. وكبير بعد ما خد منه مفيد قتل نايدو، وراح كبير للضابط شيروف وعرف منه اسم الضابط واص، فعشان كده كبير وجهته اللي جايه هو الضابط واص. والضابط واص كان معاه هارد عليه بيانات الصاروخ اللي هيضرب القمر الصناعي. وساعتها خالد بيوصل لواص وبيقول له انت حياتك في خطر، انت هتركب معانا واحنا هنوصلك لمكان امن. فعلا في موقف كبير بيأمن واص، وبيوصل بعدها كبير وبيضرب عليهم صاروخ وبيفكر العربيات، وبيظهر كبير وبيروح لواص وبيقول له فين رضوان ومين الضابط الرابع. فواص بيقول له ما اعرفش حاجه، فكبير بيديله بالقلم على وشه. فواص بيقول له الضابط الرابع رضوان بس اللي يعرف هويته، وانا صدقني ما اعرفش فين رضوان. وفي نفس الوقت خالد بيفوق وبيضرب نار على كبير، لكن كبير خد باله وحط واص قدامه وخد هو ضرب النار وسرق من جيبه الهارد اللي عليه بيانات الصاروخ. ولكن خالد مش بيستسلم وبيروح يركب موتوسيكل وبيضرده، والمطارده بتطول لحد ما وصلوا المدينه، وبعدها بينفصلوا عن بعض. وخالد كان بيحاول يغفله لكن كبير كان فاهم خالد كويس، وراح كبير حط سلك حديد بالعرض في شارع من الشوارع، ولما خالد بيعدي من قدام السلك بيتقلب، وبعدها كبير بيمشي. ولكن خالد كان عنده عزيمه ومصر يمسكه وبياخدها جري في شوارع مختصره لحد ما قدر يوصل لكبير، لكن كبير عرف يعطل خالد وهرب، وفضلوا يجروا ورا بعض لحد ما كبير نط في الميه وهرب تماما من خالد. وقائد لوثر اتعصب جدا وقال له كبير كان قدامك مرتين وما عرفتش تمسكه، انت طلعت فاشل جدا ومش قد المسؤوليه، وعشان كده انا هسلم المهمه بتاعت كبير لساني. وخالد بيروح وكان متعصب جدا، لكن عزيمه واصرار خالد مش بيقفوا لحد هنا. بيخش يعمل شويه تحريات عن كبير وبيعرف ان كبير كان بيراقب فيروز اللي كان شغال مع رضوان، وبعد كل البحث والتحريات خالد عرف ليه كبير بيعمل كده وبيقتل الضباط المعينه دول، وبيتعاطف جدا مع كبير وبيعرف ان نينا كانت مخلفه بنت والبنت دي حاليا في حضانه كبير. خالد بيوصل للبنت وعن طريقها بيوصل لكبير، وكبير لما شاف خالد كان خرج سلاحه ويقتله، لكن خالد قال له مش هنا، في ابرياء في المكان، تعال نتكلم في المكان اللي انت عاوزه. وكبير بياخده على المخبأ السري بتاعه وبيحكي له على كل حاجه، وبيعرفوا ان هو لسه بيدور على الضابط الرابع. وفجاه هما بيتكلموا خالد بيبعد كبير عشان في قوات من الهند بتضرب المكان، والاتنين بيتحدوا سوا وبيتصدوا ليهم وبيقدروا بكل مهاره واحترافيه يخلصوا عليهم كلهم. وبعدها بيسافروا سوا وبيروحوا للمساعده بتاع كبير بيديها الهارد عشان تعرف لهم عليه ايه، وفعلا بتقدر تعرف كل حاجه، وبتقول لهم ان الهارد ده هيستخدموه في توجيه صاروخ على القمر الصناعي بتاع جيش الهند، ولو القمر الصناعي اتدمر فجيش الهند هيكون بلا حمايه ومش هيقدروا يعرفوا باي هجوم جاي عليهم. بس ما تقلقوش، لحسن الحظ من غير الهارد ده مش هيعرفوا يعملوا اي حاجه. كبير بياخد منها الهارد وبيديه خالد وبيقول له خليه معاك امانه، وبعدها بيركبوا هما الاتنين المركب وكانوا راجعين لمدينتهم وبيشربوا حاجه احتفالا ان كبير ما طلعش خاين. وكبير بيشرب لكن خالد بيدلق المشروب،
وبيطلع ان المشروب كان فيه سم. كبير بيطلع دم من بقه وبيقع على الارض وبيفضل يتألم. وخالد بيقول له ها عرفت مين الضابط الرابع؟ الضابط الرابع ده يبقى انا، او بالاصح الضابط الرابع يبقى سراب، عشان اساسا خالد ميت. وبيحكي له ساعة ما خالد كان بيطارد سراب، خالد قدر يمسك سراب عند الشاطئ وكان هيقتله، لكن رضوان ظهر وضرب نار على خالد وموته. ورضوان وقتها جات له فكرة شيطانية، وانه يخلي دكتورة التجميل تحط وش خالد على جسم سراب، بحيث ان سراب يشتغل وسط الجيش على انه خالد، ولكنه في الحقيقة جاسوس. وفعلا العملية بتنجح، سراب بقى عايش بوش خالد، بس كان في شوية علامات في وش سراب من العملية، فالدكتورة خبت العلامات دي بلزق. ومش بس كده، دي كمان اشتغلت على الاحبال الصوتية بتاعت سراب وخليته زي خالد بالظبط، يعني سراب بقى نسخة من خالد. وبعدها رجالة رضوان ضربوا سراب ورموه على الشاطئ عشان الجيش الهندي لما يجوا يلاقوه وياخدوه لعندهم. وسراب دلوقتي بيشيل اللزق اللي على وشه وبيقول لي كبير شفت المفاجأة؟ وكبير حرفيا ما كانش مصدق اللي هو سامعه. وسراب بيبقى حاطط الكبير سم في المشروب وبيقول له انت شوية ومش هتحس بحاجة وهتموت. وبيشيل جثة كبير وبيرميه في المية. وبيروح بعدها سراب لرضوان في السفينة في القطب الجنوبي، والسفينة دي كان عليها الصاروخ اللي هيضرب القمر الصناعي. ورجالة رضوان بيحطوا الهارد وبيفعلوا الصاروخ وبيصوبوه على الهدف، وفعلا بيطلقوا الصاروخ في خلال 10 دقايق هيكون القمر الصناعي اتدمر. ولكن فجأة بيظهر كبير وبيخش السفينة وبيطلع ان هو ما ماتش، وبيخش على رجالة رضوان وبيقتلهم كلهم واحد ورا التاني، ومفيش حد بيقدر يقف قصاده. وسراب ورضوان بيوصلوا له وبيرفعوا عليه السلاح، وسراب بيبقى مصدوم وبيقول له انت ازاي عايش؟ انا متأكد انك مت. فكبير بيتريق عليه وبيقول له انا اصلا ما كنتش واثق فيك من الاول، تعال احكي لك انا بقى اللي حصل. ساعة ما اتضرب علينا واحنا في المخبأ انت قدرت تشوف ضرب النار بعينك اليمين، وخالد اصلا مش بيشوف كويس بعينه اليمين، ففهمت ان في حاجة غلط. وبما ان رضوان غير وشه فليه ما يكونش عمل كده مع سراب؟ وخصوصا ان جثة سراب الجيش ما لقاهاش لحد دلوقتي. ولما كنا في القطر رايحين للمساعدة بتاعت عشان يديها الهارد، المساعدة بتاعت اكتشفت ان في ازازه سم اتسرقت من الوحده بتاعه الجيش، فقلت لها تعمل لي مصل مضاد للسم اللي انت حطيته لي في المشروب. فلما شربت المشروب ما اثرش فيا، وغير كده انا حطيت جهاز تتبع في الهارد اللي انا اديتهولك وقدرت اعرف مكانكم وجيت لكم. وسراب بيقول له شاطر، بس انت نسيت اهم حاجه، ان الصاروخ انطلق خلاص وفي طريقه عشان يضرب القمر الصناعي ودفاع جيش الهند هيتدمر. ولكن المفاجاه في نفس الوقت الصاروخ بيغير اتجاهه واصبح في اتجاه السفينه اللي فيها التلاته. وكبير بيقول له عبيط، هو انا هسيب حاجه زي دي تروح مني؟ انا عدلت على الارض وخليته يطير ويرجع يضرب السفينه تاني. والاتنين بيتصدموا، وكان فاضل دقيقه ونص والصاروخ يضرب السفينه. ورضوان كان عاوز يطلع مسدسه لكن كبير بيمسكه، وكبير بيقول له سراب ارمي سلاحك بدل ما اقدر رضوان. فسراب بيقول يموت رضوان ولا يولع؟ خلاص المهمه خلصت. وبيضرب رضوان بالنار وبيطلع يجري وبيركب عربيه وبيهرب من السفينه، ولكن كبير بيقدر يهرب من السفينه بعربيه في اخر لحظه. سراب بيتصدم ان كبير قدر يعيش وبتحصل مضاربه طويله ما بينهم. سراب بيحاول يهرب من كبير وبيخش طريق تاني، وكبير بيخبطه وبيخشوا بالعربيات في المبنى ده، وهما الاتنين بيخرجوا من العربيات وبتبدا المواجهه ما بينهم هما الاتنين. في البدايه سراب كان مسيطر ونازل ضرب في كبير بكل قوته، بس كبير مش بيستسلم بسهوله وبيقوم يضرب فيه. وسراب قدر يطعم كبير بالحديده في ايده، ولكن كبير بيطلع الحديده من ايده ولا كانه حاسس باي حاجه. وسراب بيمسكه وبيكسر بيه المكان، وحرفيا كبير كان باين عليه ان هو مستسلم، لكن فجاه بيطير عليه وبيخبطه في السلم وبينزل ضرب في بطنه بالحديده، والمعركه ما بينهم بتبقى شرسه جدا. وسراب بيشيل كبير وبينزل بيه على الارض، كان على وشك يقتله لكن كبير بيمسك ايده، وكبير عمل حركه وخلاه يطعنه في كتفه وقام مديله في وشه وبدا يضربه، والاثنين تعبوا جدا وقوتهم كانت متساويه جدا. لكن كبير بيفضل يسدد له ضربات في وشه وبيقول له كله الا الخيانه، وراح ضربه ومطيره ووقع عليه السقاله دي وخلص عليه وسابه يموت والمكان يقع عليه. وبكده كبير يكون خلص مهمته بنجاح، وراح قابل القائد لوثر وشرح له كل حاجه. ولوثر بعد ما عرف كل حاجه بيقول لي كبير انت بطل. فكبير قال له لا، البطل الحقيقي هو خالد اللي ضحى بحياته علشاني، انا عاوز كل الفضل في المهمه دي يروح لخالد. وفعلا بيتم تكريم خالد وامه بتبقى فخوره بيه جدا. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.